بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اهلا بكم مع حلقه جديده من برنامج ببساطه مهمه اليوم. والنهارده احنا ما زلنا بنتكلم عن الثقه بالنفس، والنهارده هنتكلم عن مهمه جديده تاخدها ليك بكره، الا وهي مهاره ان انت ازاي تشكر في غيرك. الانسان الواثق بنفسه بيبقى عنده مهاره انه يشكر في غيره، ما بيخافش ان هو يعني يقول لحد على فكره انت لبسك كويس، على فكره انت فيك صفه انك انت انسان طيب، على فكره انت انسان محترم، على فكره بحب فيك الصفه الفلانيه. هو واثق بنفسه وعنده ثقه في امكانياته انه يستطيع انه كمان يشكر في غيره. فدي صفه حلوه جدا ومهاره عود نفسك عليها وطورها جواك، وهي ازاي ترسل رسائل ايجابيه لغيرك. ازاي ان انت تستطيع ان انت تقول لغيرك على فكره انت فيك الحته الفلانيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فصح عنه انه قال لابي موسى الاشعري ان لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. وصح عنه انه قال لابن مسعود رضي الله عنه انك لغلام معلم. وصح عنه انه قال للاشج عبد القيس رضي الله عنه ان فيك لخصلتان يحبهم الله ورسوله. مهمتك بكره بقى يا بطل ان شاء الله ان انت يعني كل ما تشوف حد تفكر في حاجه ايجابيه فيه، صفه حلوه فيه وتقولها له. وفقد الشيء يعطيه. لو انت ما عندكش ثقه بنفسك هتطور عندك المهاره دي، ان انت بقى عندك ثقه بامكانياتك، وكمان ان انت تقول لغيرك صفه كويسه فيه، وبالتالي هو اكيد هيرد عليك كمان بصفه ايجابيه فيك، وتبقى مع الوقت عارف مميزاتك وعيوبك. فمهمتك بكره ان شاء الله عايزك ترسل اكبر عدد من الرسائل الايجابيه لغيرك، تشكر فيهم بحاجات فيهم، ما تكذبش ولا ان انت يعني تنافقهم او حاجه، وتعود نفسك على المهاره دي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك رب وأتوب إليك. أشوفكم بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.